لو عايزة تعملي بيتزا في 10 دقايق من غير عجن ولا فرن، تابعي الفيديو معايا. في البداية هيكون معانا بولة هنحط فيها كوباية دقيق ننخلها كويس جدا، وبعدين هنحط عليها معلقة صغيرة سكر وربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة خميرة فورية ونص معلقة بصل بودر وبرضو توم بودر وربع معلقة بيكنج بودر ومعلقة صغيرة زعتر، وبعدين هنقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعدين هنحط كوباية لبن، نفس الكوباية اللي احنا عيرنا بيها الدقيق، على النار ندفيها بس ما نسخنهاش. وبعدين هنصبها على الخليط ونقلبهم بنفس الصورة لحد ما القوام يكون معانا سائل بنفس الشكل. بعد كده هنحط معلقة كبيرة زيت زي ما احنا شايفين القوام سائل معانا. بعدين هنجيب طاسة وندهنها كويس جدا بالزيت من جميع الجوانب. بعدين هنحطها على نار هادية جدا ونصب فيها الخليط زي ما احنا شايفين مع بعض ونوزعه في الطاسة. وبعدين هنحط الصلصة ونبتدي نوزعها بنفس الشكل. بعد كده هنحط فوق البيتزا اللي احنا عايزينه. انا حطيت زي ما احنا شايفين مع بعض زيتون وفلفل الوان مقطعه شرايح. بعد كده هنغطيها لحد ما تستوي. بعد كده لحد ما نلاقي الجوانب بدأت تحمر معانا نبدأ نحط اي جبنة احنا حابينها. انا حطيت جبنة موزاريلا. بعد كده هنغطيها تاني لحد ما تسيح الجبنة. وده شكلها بعد ما جهزت معانا، والف هنا والشفا على كل اللي يجربها. شايفين قد ايه هي طريه، ممكن نعملها على الفطار او العشاء. ما ننساش اللايك والاشتراك وكومنت حلو زي قلبكم.